السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ اسمي محمد إدريس. كم عمرك؟ عمري 8 سنوات. هل أنت طالب؟ أنا طالب. أين تدرس؟ أنا أدرس في أكاديمية الإيمان. في أي فصل؟ أنا أدرس في الفصل الثالث الابتدائي. ممتاز. لماذا أنت محزون؟ أنا محزون لما يجري لإخواننا في قدس. ولماذا أتيت هنا؟ أنا أتيت هنا لأعبر عن حزني لما يجري لإخواننا في القدس. ممتاز. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول من الصومال أناشد لكل المسلمين في العالم الإسلامي، وأقول لهم جميعا شيوخا ورجالا ونساء بل وأطفالا: إن كنتم مسلمين حقا فلا إسلام بدون قدس والمسجد الأقصى الذي هو منبعنا ومصرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون عربا وعجما شرقيكم وغربيكم أينما كنتم، اعلموا أن هذه المحاولة هي الاستفزاز الأخير لنهب جميع المقدسات المسلمين وأراضيهم بل وحياتهم. إن لم تدافعوا عن الأقصى لم تدافعوا الكعبة المشرفة، ولا فائدة بوجودكم. ودونالد ترامب يتلقى القرارات من كيان الصهيوني في تل أبيب وأمريكا اليوم تحت تل أبيب حاكمات الصهاينة. أيها المسلمون، أصبح دين المسلمين دين يظلم عمدا من أجل ارتباطهم بتعاليم الأنبياء كون نبيهم آخر الأنبياء، ولكن رؤساء دول الإسلام قافلون وشعوبهم مشغولون بمشاهدة مباريات الرياضية. يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، إلى متى يظهر مثلك؟